الجزائر بلد الإرهاب، هذا ما قالته وزارة الخارجية البريطانية وتالتها وزارة الخارجية الألمانية. لكن قبل التفاصيل، كل شيء مرتبط بما حدث في البليدة. أكثر من 48 ساعة بعد العمليات الإرهابية في البليدة التي كانت كارثية وفشل أمني كبير، يوم زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر، النظام الجزائري إلى حد الساعة لم يصدر لا بيان لا توضيحات ولا قناة إعلامية تكلمت، وحتى البعض ممن صوروا ما حدث في البليدة تم اعتقالهم. معناتها اليوم النظام الجزائري في حرج كبير، لأن صورة الجزائر يتأكد بأنها مرتبطة وملتصقة بالإرهاب. أنه ما قاله قائد الأركان السعيد شنقريحة في 15 مارس 2026، نسمعوا ما قال. الإرهاب هزم من طرف أبناء الجزائر.